السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخبار والصحة والأمور. جماهير السودانية، جمهور الرياضة في السودان، جمهور الرياضي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه موضوع اليوم: الاتحاد العام السوداني لكرة القدم أو وزارة الشباب والرياضة في السودان. آه طيب، إن قمنا كده نحن في السودان، الاتحاد العام ده أنا غاته شخصيا الناس اللي بتذكرهم عمر البكري أبو حراس. ما أعرف واحد كده كان الفريق شرطة، طيب عبد الرحمن مختار، حاجة زي دي كده. بعد ذاك كمال شداد، معتصم جعفر، كمال شداد، معتصم جعفر، وهكذا. تقريبا في النص كان جا واحد ما أعرف، كان في واحد كده مؤقت. المهم يعني الناس ديل شغالين بس بيتبادلوا، ده بيمشي ده بيجي، ده بيمشي ده بيجي. طيب أنا عندي سؤال: ليه الناس عندنا في السودان، الناس الرياضيين يعني عندنا ناس في السودان لعبوا في الهلال أو لعبوا في المريخ أو لعبوا في الفريقين سوا؟ أول ما لعبوا في الهلال والمريخ لعبوا في زمن الموردة وزمن الأندية التانية دي كانت قوية. في ناس يعني بعد ذاك يتأهلوا أكاديميا، سواء كان في التدريب أو يتأهلوا أكاديميا في حاجات تانية، فبيقولوا مين بين بإنهم هم مارسوا كرة القدم وبين إنهم أهلوا نفسهم. طيب الناس زي ديل أنا دار أعرف السبب شنو أو المانع شنو هم يجي يمسكوا الاتحاد العام أو وزارة الشباب والرياضة. يعني زي ما حسي في الدول دي كلها بتعمل كده، بتلقى الزول الماسك الاتحاد العام بيكون عنده علاقة بكرة القدم، يكون مارس كرة القدم، أو حتى لو جا زول مسكها وما مارس كرة القدم احتمال زول عنده أفكار قادر يطور، يعني قادر يكون هو رئيس الاتحاد لكن قادر يجيب لجان تكون عندها علاقة بكرة القدم وكده. طيب أنا كلامي ده أقوله ده حسي عندنا في السودان، أنا حسب الشخصيات اللي قاعدة متذكرة في راسي ده. عندك الرشيد المهدي، عندك عمر النقي، عندك محمود السادة، حتى يماني، أيمن يماني المحلل ده. وفي المريخ برضه في شخصيات مريخية كثيرة، يعني لعبت كورة واتعلمت، وفي ناس كانوا في الموردة وكده. طيب ليه الناس ديل ما تعمل كيان، تعمل كيان يعني مجموعة وتحاول تجي تجتمع وتسمي ذاتها في الكيان اللي بيعملوه ده، يكون في رئيس، يكون في فلان يختاروا يقولوا ده حيكون الرئيس وده النائب بتاعه، ويكونوا اللجنة بتاعتهم ويجي يخشوا الانتخابات. انا بشوف انا او دار اعرف المانع شنو انه الحاجه دي ما تحصل. يعني هسه عندك زي الرشيد المهدي، زول لعب في الهلال وفي الزمالك وكده، وتأهل أكاديميا في مجال التدريب وفي مجال الإدارة الرياضية وكده. عندك محمود السادة، زول دارس قانون ولاعب كرة قدم سابق في الهلال وفي الموردة ومريخ برشلونة وغيره وغيره، وزول يعني ما شاء الله. يعني أنا في رأيي الشخصي بشوف إنه الرشيد المهدي، محمود السادة، ديل الاتحاد العام المفروض ما يطلع منه خلاص. أو كمان أنا كان علي أنا كمان واحد فيهم بيكون وزير شباب والرياضة او واحد يكون بكره القدم. لكن انا عشان كمان ما اقدر ننظم ناس المناشط الثانيه، لانه في ناس ثانيين زي ناس محمد يعقوب، وفي ناس في المناشط الثانيه ديل اللي لعبوا سله واللي لعبوا في السباحه وكده. طبعا وزاره الشباب والرياضه دي ما بتجمع كل الرياضات مع بعض، تمام. فخلينا نكون في كره القدم مثلا الساده او الرشيد المهديه. انا دار اعرف المانع شنو انه الناس ديل يكونوا كيان كويس ويخشوا الانتخابات الجايه في الاتحاد. يعني انا الصراحه ما عجباني الحته بتاعت انه، يعني بشوف دايما حتى الليله الرشيد المهدي شفت له بوست قبل كان بيتكلم في حته اختيار المدرب المغربي، ولاحظت له في بوستات كثيره هو بينتقد الاتحاد، بينتقد الاتحاد، بينتقد سياده الاتحاد، بينتقد في البوستات. وبشوف نفس الشيء عند الساده. طيب اذا كان انتوا الناس المفروض يعني الانتقاد بتاعكم ده مفروض يتحول الى ارض الميدان عملي، يعني مفروض انتوا ما تتكلموا في السوشيال ميديا. ليه؟ انتوا الناس المفروض تجي تنزلوا في ارض السودان ذاته وتغوضوا الحراك ده بنفسكم. انا ما بتكلم عن الحراك السياسي، انا بتكلم في الرياضه، انا ما قاعد اتكلم في السياسه هسه، تمام. الناس دي تقعد وتعمل كيان وتحاول تشيل الناس دي بالانتخابات خلاص. لكن انا الصراحه الحته بتاعت انه يعني النضال بتاعهم مع الاتحاد عبر السوشيال ميديا ده لا بيقدم ولا باخر، انا ده في الشيء شايفه يعني. فانا بتمنى يا ناس الرشيد المهديه والساده واليماني والناس التانيين دي حتى من ناس المريخ بينك، انا ممكن اضم عليهم محمد موسى يعني خلاص، مع انه انا بشوف الفتره الاخيره دي اهل نفسه في مجال الاداره الرياضيه، وده خلاف انه لاعب سابق وكده. المفروض الناس تقود كره القدم في السودان خلاص. وحاسس انتوا لو بتلاحظوا معانا الايامات دي
المنتخب بتاع جنوب السودان يتأهل لكأس العالم. فانتوا لو مشيتوا عرفتوا ورا الموضوع ده بتلقوا الغاية الحراك ده كله منه لوال دينج. لوال دينج ده معروف للناس خلاص. لوال دينج من جنوب السودان، عنده 3 جنسيات، جنوب السودان او جنوب سوداني، عنده جنسية انجليزية وعنده الامريكية. خلاص اعتزل من السلة يعني، مع انه ما شاء الله ربنا يزيده وبارك عمل قروش وعمل له اسم في امريكا، وكان بيلعب معانا هنا في شيكاغو بولز، في الفريق بتاع شيكاغو بولز واي حاجه. وزول معروف يعني في مجال كرة السلة في امريكا، اي زول بيعرفه. فممكن كان يقعد ويحاول يعني مثلا يعني يشتغل هنا في مجال التدريب او يعني يستثمر هنا، لكن عنده حاجة في راسه يعني الزول ده، انه قرر انه يرجع الجنوب ويمشي يأسس يعني لكرة السلة في دولة الجنوب. والحمد لله نجح في كده يعني احنا بنشوف من 3 سنة لورا تقريبا هم فازوا ببطولة الشرق وسط افريقيا، وفازوا بتقريبا ما اعرف في بطولة ثانية ما قادر اتذكر، تقريبا الامم الافريقية. وحسه هندخ خشوا من مصر، هو في البطولة كانت في مصر من يومين دي، وهندخ هيلعبوا في كاس العالم. طيب ده كله بسبب شنو؟ انه الزول ده هو ما قاعد في امريكا وبقى بينتقد في ناس الفاكر وبيقول ده نافع وده ما نافع. الزول ده جاب نفسه، مع انه زول في امريكا عنده وضعه. لوالدين ده في امريكا ما في زول ما بعرفه، اي زول بيعرف لوالدين، ما في زول ما بيعرف لوالدين. يعني لو قاعد في امريكا دي ممكن يعيش ملك، لكن لا، فضل انه يرجع هناك. السودان الشين ده ماشي يرجع هناك وقاعد غاض الحراك بنفسه. يلا ده الفرق بين ناس الرشيد وناس الساده والناس اللي بيقعدوا بس الصراع بتاعهم عاملينه في السوشيال ميديا خلاص، وبين لوالدين. فانا بشوف انتوا حاليا لو دارين تغيروا المنظومه الرياضيه في السودان بطريقتكم بتاعت الفيسبوك دي، ما حتتغير ولا حيحصل حاجه. انتوا المفروض تيجوا بنفسكم، وانا بشوف انه الرشيد مؤهل للحاجه دي والساده مؤهل، لكن بس انا بشوف الناس المحتاجين حبه جراءه وشجاعه خلاص. يعني حتى مثلا الساده زول مؤهل في كره القدم خلاص، وبيقدر بيكون رئيس الاتحاد، وانا متاكد حينجح الاتحاد او الرشيد المهديه. لكن انا بالنسبه لي انا بشوف هو الرشيد المهديه هو عنده الشجاعه انه يقدر يعني يخش في او يقدر يعني يقود المنظومه دي، بيقدر عنده الخبره وعنده الحته كده كويس معاك. لكن مشكلته ما عنده شجاعه انه ينزل في السودان. انا ما اقدر اقول ما عنده شجاعه، لكن هو ما قدر يخطو، خلينا نقول ما قدر يخطو خطوه عمليه. يعني بدل هو يقعد في الفيسبوك وينتقد تصرفات الاتحاد والسياسه بتاعت الاتحاد في اختيار اللاعبين او اختيار المنتخبات الوطنيه وكده. فانا بتمنى انه هو ينزل بنفسه ويقود الحراك ده، يكون مجموعه خلاص ويخشوا انتخابات ويعني شنو يقودوا الاتحاد العام خلاص. اما بالنسبه للساده انا بشوفه زي ما قلت لك زول هو ممتاز جدا جدا في كره القدم، وزول مؤهل برضه يكون رئيس الاتحاد السوداني تمام. لكن الساده انا بشوفه زول مهذب شديد، وما يعني ما حاب يخش في صراعات، ولا انا ما عارف الحاصل عليه بالضبط. فهمتوا كيف؟ فانا بتمنى الناس ديل انه يقدروا يعاونوا الكيان. انا نصيحتي لهم انه الناس دي تجتمع مع بعض وتعمل كيان، والكيان ده يكون شنو؟ يخش الانتخابات الجايه. فانا بشوف دي ممكن تكون خطوه او دي بدايه انه الاتحاد ده يتطور ويمشي لقدام. فاتمنى يعني الرساله دي تصل، واتمنى انه الكلام ده يعني يكون في محمل الجد. يعني لانه الصراحه نحن الناس اللي قاعدين ديل هم ما حيقدموا الحياه، يعني هم نفس الدوره اللي كانوا ماسكينها الفتره اللي فاتت والقبليه والبعديه حيكرروها، يعني ما حيتغير شيء. فانا اتمنى يتم تغيير للاتحاد العام، لكن ما دارين الناس الجلاليب ديل يجوا، دارين ناس رياضيين، ناس مارسوا الرياضه. ونفس الشيء في المناشطه الثانيه، ناس محمد يعقوب وناس نجم الدين والناس اللي في الرياضات العاب القوه والسباحه وكده، ديل هم لازم برضه شنو يحاولوا يمسكوا زمام الامور في المنشط بتاعهم او في المنشط اللي هم بيفهموا فوقه كده، عشان عموما لما نيجي نشوف الرياضات بتاعتنا كلها في السودان تمشي لقدام وتتطور. وشكرا جزيلا، وان شاء الله كده هعمل فيديو تاني ان شاء الله انا اقدر اتكلم فوقه في مشروع العلاجي. يعني انا اقدر اقارن او مش اقدر اقارن، اقدر اتكلم في الهلال بتاع في هلال 2007 وتكوينه كان كيف، والمشروع الحسي قايم بتاع العلاجي ده نظرتي له شنو كده. ويديكم العافيه وشكرا جزيلا، ان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.